شهرزاد. جاريتك يا مولاي. إنك تثيرين خواطري يا شهرزاد. إني أنظر إلى هؤلاء الحكماء الثلاثة وأستعرض الأحداث التي مرت بهم، وكيف أخرجتهم الساحرة من إهابهم وسلبتهم ثوب شبابهم، ثم أتأمل موقف الملك خسروان منهم. أكان يفقد نور عينيه لو أنه لم يغدر بهم؟ نعم يا مولاي. عجبا. إذن فما فائدة الخير يا شهرزاد؟ ذلك أن المقدر لا بد أن يكون، واختلاف الأسباب لا ينتج حتما اختلاف المسببات. لا لا يا شهرزاد، إلا هذه تختلف العلة ويتفق المعلول. هذا كلام غير معقول. إن العقل نفسه محدود، فكيف تحكمه في أشياء ليس لها حدود؟ إنك تغربين الليلة يا شهرزاد. الوجود أغرب من الموجود، وقد يترتب النقيض على النقيض. يترتب النقيض على النقيض؟ كما يكون الفقر سببا للغنى، وكما يكون الغنى سببا للفقر. والأسباب تبررها المسببات، كما تبرر النتيجة المقدمات. ألا ترى أن مرارة الدواء يشفع لها نتيجة الشفاء؟ إذن فكيف نزن الأمور ونحكم على جواهر الأشياء؟ إننا نحكم على الأمور بعواقبها، والعبرة بالخواتيم يا مولاي. وهل يأتي الخير بالشر يا شهرزاد؟ ما هو الخير أولا، وما هو الشر يا مولاي؟ الخير هو الجمال. وما هو الجمال؟ الجمال هو الجمال. ما هو الخير يا شهرزاد؟ الخير هو كل ما جر خيرا. وقديما قال المتألهون: النعم نقم والنقم نعم. النعم نقم؟ نعم. كيف؟ كما حدث للسيدة المظلومة حين وهبت أغلى ما تتمناه امرأة، فكانت به أشقى امرأة. إنك تتكلمين بالأحاجي والألاغيس. فسري لي شهرزاد، كيف يشقى الإنسان إذا نال ما يتمناه؟ وما قصة هذه السيدة المظلومة؟ وكيف ظلمت؟ ولماذا بالله يا شهرزاد؟ كانت امرأة تعرف ربها، ويعمر الإيمان به قلبها. كانت امرأة صالحة تعرف حق زوجها، ولكنها امتحنت ببلاء أوردها موارد الهلاك. وما ذاك؟ جمالها يا مولاي. كيف شهرزاد؟ كان جمالها صاعقا، وحسنها خارقا، كأنما أفرغت في قالب من الجمال وصبت على مثال ليس له مثال. وكانت مع هذا آية في العقل والكمال، حتى ضربت بجمالها الأمثال. وكان اسم هذه السيدة بهجة، وكانت لقاضي القضاة زوجة. وكان لهذه المدينة ملك اسمه بدر شاه، صاحب سطوة وجاه، ولكنه كان يصغر أمام نزواته ويتضاءل أمام شهواته. فسمع بجمال هذه السيدة فسكر قبل أن يمد إلى الكاس يده، وثارت دناوته وسالت روالته. ففكر في حيلة
ينال بها من هذه السيدة الجليلة، وأرسل يستدعي زوجها قاضي القضاة. فلما أتاه قاضي القضاة يتفضل. ومن هنا ورايح قاضي القضاة يدخل عليا من غير استئذان. سلاما مولاي. اتفضل. لا، هنا. تعال هنا، انت مكانك باستمرار هنا. لكن يا مولانا ده مكان الوزير. الوزير فيه زيه كتير، لكن قاضي القضاة يا مولاي لا لا لا، من غير تكليف، خد راحتك. ده عطف كبير منك. هو احنا نقدر نكافئك؟ ربنا يديم عزك ويثبت أركان ملكك. أنا تحت أمرك. عن إذنك. يا ميمون. مولاي. جهزوا الصماد. جاهز يا مولانا. إيه الخدمة اللي أقدر أديها لمولانا؟ هنتكلم سوا وانت بتتغدى معانا. أتغدى معاك يا مولانا؟ إن ما كانش ده يضايقك. يضايقني؟ دي حاجة تشرفني، بس يعني إيه؟ مش فاهم بحتين لي ليه. الوقت هتعرف ليه. اتفضل. يا ميمون، هات لي سيدك القاضي يغسل ايديه. أنا يا مولاي. اتفضل اتفضل. ربنا يزيد فضلك. تعال هنا، ما تعملش تكليف. اتفضل، مد ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الصنف ده. كله كويس يا مولانا. ربنا يكرمك يا مولانا. انت تستحق كل اكرام. انت بقالك كام سنة قاضي قضاة؟ 8 سنين يا مولانا. 8 سنين؟ ده شيء كتير. احنا لازم نرفع درجتك. ايه رأيك في الوزارة؟ الوزارة؟ اقل منها؟ اصلها ايه الحكاية؟ انا مش فاهم حاجة. انا افهمك كل حاجة. يا ميمون، هاتوا الحلو. الظاهر ان انا شغلتك. انا هقولك. انت تعرف ان الملك لابد يكون حوله رجال امناء يعرفوا طباعه ويحافظوا على اسراره. طبيعي. انا مش لاقي راجل من دول في البطانة بتاعتي. تصور امانة بسيطة عاوز اوصلها للملك زعفران، مش لاقي فيهم كلهم واحد اقدر أأمنه عليها. يا سلام يا مولانا، ده احنا الظاهر ان ربنا هيرضى علينا. قعدت افكر الاقي مين يكون امين، ما لقيتش غيرك انت يا مولاي بتخجلني. ايه هي الامانة دي؟ فهمني. ما هو الامانة انك ما تعرفش ايه هي الامانة. امال انا مش عاوز اديها لحد غيرك ليه؟ خلاص يا مولانا، انا ما اعرفش هي ايه ومش هعرف هي ايه. انا واثق منك. اتفضل. العلبة دي عاوزك تقوم بيها بنفسك وتسلمها للملك زعفران بيدك. امتى يا مولانا؟ انا امرت بكل حاجة. الخيل على الباب والحرس تحت امرك. طب لو يسمح مولانا اقوم اوضب حالي واجهز نفسي عشان الحق اوصل قبل الليل ما يمسي. وهترجع امتى؟ ان شاء الله بكرة. خد معاك الحرس اللازم. ان شاء الله. مع السلامة. يا ميمون. ميمون. الله. والله انا ما عرفتك يا مولانا. هو انت مش هتعرفها بنفسك يا مولانا؟ طبعا طبعا هعرفها نفسي، وهي لابد هتعرفني. امال متنكر ليه؟ علشان الناس ما يقولوش الملك رايح هناك ليه. اسمع يا غبي، الوقتي انا هخش عندها. من الجايز يجيلها ابوها ولا امها. اي حد يجي عند الباب تمنعوه، ونعصلك معاكم احبسوه. يلا خد رجالتك واسبق على هناك، وراقبوا البيت كويس، وشوفوا الجو وابعتلي خبر اوام. وذهب أعوان الشيطان ليرصدوا البيت ويراقبوا المكان. مولاي. لا، أكملي القصة يا شهرزاد. أكملي قصة هذا الملك المفتون. مولاي،
لقد أصبحنا أو كدنا وأراني تعبة، ولست أحب أن أتحدث إليك بلساني، إنما تكلمك روحي ويحدثك وجداني. فلو تفضل مولاي وأبقى على حياتي إلى الغد، فإني أكمل لك قصة هذا الملك. أجلنا موعدك مع الله يوما آخر يا شهرزاد. إلى الغد يا شهرزاد. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بدرشاه لما قهرته نفسه وغلبه هواه تحيل على قاضي القضاة ليسلبه زوجه ويسرق منه بهجة. وكان الملك قد أحبها قبل أن يراها، أحبها على الوصف وتصباه هواها، وزينت له بطانته سوء عمله، فأصبحت منتهى أمله وأحلام يقظته ومثار نزوته. لذا أحضر الملك قاضي القضاة وزعم أنه يختصه بسر لا يأمن عليه سواه، وأعد له الركائب وجهز الأعوان وأرسله بالهدية إلى الملك الزعفران. وبهذه الحيلة سافر القاضي وترك المدينة، وعندئذ تنكر الملك بدرشاه واتجه إلى بيت قاضي القضاة. مين؟ غريب عطشان. طيب حاضر. يا سلام على صوتها زي الكروان. اتفضل. المية ما تفوتش على عطشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هنية. الله يهنيكي ويهني اللي يتهنى بيكي. انتي سقيت العطشان، ما عندكيش لقمة للجعان كمان؟ يا سلام، انتظر. مفيش كده جمال. انا واقف بره ليه؟ وادي الباب. انا جايبالك الله، ايه اللي دخلك وكمان قافل الباب؟ الظاهر انك مش عارفاني. انت مين؟ ما تزعقيش، هكشفلك وشي. بصي. الوقت عرفتيني؟ وهي الخدامة تتوه عن سيدها يا مولانا. هو قالك؟ مين هو؟ جوزك. قال لي يمكن نعمله وزير. ده شرف كبير، لكن بس يعني ايه؟ اتفضل يا مولانا، اما اروح ادوب لك السكر في الموارد يا مولانا. استنى هنا، انا مش عاوز لا سكر ولا موارد. امال اجيب لك ايه يا مولانا؟ عاوز ايه يا مولانا؟ انا عاوز الروح والمهجة. انتي يا بهجة مولاي. انتي خايفة ولا فرحانة؟ انا بعت جوزك مخصوص وحملته الامانة علشان الجو يخللنا والانس يصفلنا والوصل يحللنا.
وانا من قيمتك، ده انا خدمتك. يا سلام عليكي بهجة، وصفوك ليا عشقتك من وصفك، ولما شفتك لقيتك فوق الوصف يا بهجة. بهجة يا مولاي، بهجة ارحمني، ارحمك ربنا. انت هتضيعي وقتنا، دي فرصة وجات لنا. ربنا يستر عرضك. ايه؟ الملك يجيلك لغاية عندك وكمان مش عاجبك؟ انت بتخرجي عن امري؟ وهو في حد يخرج عن طاعتك؟ بس يعني مش بالشكل ده. اروح اوضب نفسي، البس حاجة تليق، نعمل صمات، ناكل سوا. انا كنت فاهم ان اتفضل ارتاح يا مولانا. تحب تاكل ايه يا مولانا؟ ضروري يعني؟ علشان خاطري. اللي تحبيه. استنى اما اقولك. نعم. اوعي عقلك يقولك تهربي مني. البيت محاط بالحرس، لا يدخل فيه حد ولا يخرج منه حد. سامعة؟ سامعة. اتفضلي. استنى هنا ما اقولك. نعم. قولي لي احبك. ده حبك فرض واجب يا مولانا. قولي لي احبك. احبك يا مولانا. احبك يا مولانا. الله، مين ده؟ ده نعمان يا مولانا. نعمان مين؟ وايه اللي جابه هنا؟ ده نعمان، ده نعمان. نعمان مين؟ نعمان البغبغان. بغبغان؟ ابوك السقا مات. ابوك السقا مات خلاص. اسكت قطع رقبتك. اسكت قطع رقبتك. البغبغان ده قبيحنا ليه؟ هات البغبغان ده نذبحه. انت زعلت من البغبغان، انا هاخده معايا. انت هتغيبي عليا؟ مسافة مودة بالسفرة. خد الكتاب ده اتسلى فيه على ما ارجع لك. كتاب؟ هاتي، اهي تسلية، بس ما تغيبيش عليا. من عينيا. مولاي. بهجة. السفرة يا مولاي. سفرة ايه؟ انا غبت عليك يا مولانا. انا اللي غبت عن نفسي وعن الوجود كله. ايه الكتاب اللي اديتهولي ده يا بهجة؟ ماله؟ سامحيني يا بهجة. مولاي. اسمه ايه الكتاب ده؟ اسمه دموع التائبين. ورب كبيرة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، وكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. مولاي، انت بتبكي؟ بهجة، أنا تبت على أيديك يا بهجة. ربنا يتوب علينا. أنا خارج يا بهجة، أنت في رعاية الله يا بهجة. استنى يا مولانا، أنا وضبت السفرة ولابد تجبر خاطري وتاكل معايا. آكل معاك يا بهجة؟ أنت أختي يا بهجة، ده عهد الله بيني وبينك يا بهجة. الحمد لله. استني أما أقلع الخاتم علشان أغسل إيديا. اتفضل يا مولانا. ما تقوليش مولانا، ربنا هو مولانا كلنا. ياه، ايه الصمات ده كله؟ وايه الاصناف الكتيرة دي؟ دي حاجة مش قد مقامك. اتفضل يا مولانا، اتفضل يا مولانا، خد من الطبق ده. الله، بالهنا والشفا. دوق الطبق التاني ده. الله، لكن ده طعمه زي الاولاني. طب كل من الطبق ده. الله، برضه طعمه زي الاولاني. طيب دوق الصنف ده. الله، اصلها ايه؟ ده انتي طباخة عجيبة، اصناف كتيرة
وألوان مختلفة وكلها طعم واحد. النساء كده يا مولانا، أشكال مختلفة وحقيقة واحدة، أصناف كتيرة وطعم واحد، واحدة زي ألف، والحلال يا مولاي. يا سبحان الله. بهجة، انت بتربيني، انت بتقدميني، كفاية 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 يا بهجة. وخرج الملك من عند بهجة وكأنه يسير في لجة. خرج من عندها فخلع ثوب الغواية ولبس ثوب الهداية، ولكنه في غمرة الخجل من الله والندم على ما كسبت يداه. نسي أن يأخذ الخاتم من عندها، بل نسي أنه نسيه في بيتها. وقد لعب هذا الخاتم دورا خطيرا، وكاد أن مولاي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن قاضي القضاة أخذ الأمانة من الملك بدر شاه وسافر إلى الملك الزعفران مع الحرس اللازم والأعوان ليسلمها إليه ثم يعود في موعده المحدود. وفرح الملك الزعفران بالهدية ورحب بالملك بدر شاه في شخص رسوله قاضي القضاة، واستبقاه بضعة أيام حتى يقوم بواجب الإكرام ويحمله مثل هديته قبل أن يعود إلى بلدته. وحاول القاضي الاعتذار فغضب الملك الزعفران وثار، فلم يجد القاضي بدا من الانتظار. وفرغ القاضي من مهمته وعاد من سفرته، فأسرع إلى بيته ودخل على زوجته. مين؟ افتحي يا بهجة. الحمد لله على السلامة. أحبك يا مولاي. الحمد لله على سلامتك انت. إياك تكون ارتحت في السفر. أحبك يا مولاي. ما كانش تعبني الا حلم خوفني. خير، شفت ايه؟ أحبك يا مولاي. اهدى، بيقول ايه البغبغان؟ بتقول ايه يا نعمان؟ أحبك يا مولاي. اسكت أكتر. أحبك يا مولاي. ما اناش فاهم ايه الحكايه. ولا حكاية ولا رواية. اسكت أكتر. الله، انا مش فاهم. والبغبغان يعني اللي فاهم. قطر البغبغان نطبخ. أحبك يا مولاي. أحبك يا مولاي. مولانا مين؟ أحبك يا مولاي. هو الملك بدر شاه جه هنا؟ مش معقول. امال البغبغان بيقول؟ أحبك يا مولاي. اهو. انت هتصدق البغبغان؟ طبيعي اصدق البغبغان، والبغبغان يكذب؟ ده حيوان اللي يكذب الانسان. ده كلام كنت بقوله للبغبغان. سبحان من يعلم بقى يا بهجة. انت بتشك فيا؟ معاذ الله، بس يعني غريب الكلام اللي قاله البغبغان. ما هو بغبغان بيتكلم على الفاضي والمليان. انت زعلان؟ وحد يشوفك ويبقى زعلان؟ لا ابدا، انت لسه في نفسك شيء. ابدا ابدا يا حبيبتي. بهجة، انت حياتي، انت الدنيا كلها يا بهجة. انت تعبان من السفر، خش ارتاح شوية اما سخن لك المي. طول عمرك قلبك عليا، روحي، ربنا يرضى عليك يا بهجة. اجيب لك تاكل ولا اما تستحمى؟ بعدين يا بهجة. كنا هنظلمها
الله يقطع البغبغان، كان هيعمل لنا أردغان على الفاضي. أما أقعد شوية على الوسادة دي. الله، إيه ده؟ إيه اللي على الوسادة دي؟ ده خاتم، ده الخاتم بتاع الملك. يا ساتر، كده اهو. بهجة، بهجة! ايه في ايه؟ انت متأكدة ان البغبغان ده كذاب؟ طبعا كذاب. يعني الملك بدر شاه ما جاش هنا؟ وهو هيجي هنا ليه؟ امال الخاتم ده ايه؟ انكشف امرك يا خاينة. ما تظلمنيش. الملك جه هنا ولا لا؟ جه. وليه نكرتي؟ ما حبيتش اشغل نفسك بحاجة. يعني كذبتي؟ البغبغان ما كانش كذاب، الحيوان صادق، الإنسان هو اللي كذاب. طول بالك، اسمع مني، صدقني. أصدق ازاي يا خاينة؟ ده جزاتي. يا سلام على الدنيا. يلا يلا، انت تخرج دلوقتي وعلى بيت ابوكي، ما تقعديش هنا. انت ظالمني، اسمع مني. ولا كلمة. يلا. انا مظلومة، انا مظلومة، انا مظلومة. قاضي القضاة. مولاي. انت تعرف الراجل ده؟ اعرفه يا سيدي، ده نسيبي. ده له شكوى. الشكوى لله. انت عملت معاه كده ليه؟ عملت ايه؟ قول له يا راجل انت. يا ملك الزمان، القاضي ده جوز بنتي وبيني وبينه قضية. اتفضل. القاضي ده يا مولانا كان مأجر مني أرض وكان بيزرعها وبعدين عطلها، بقاله سنة لا بيزرعها هو ولا بيسيبها نأجرها لغيره، والأرض لما ما تنزرعش تنضر يا مولانا. طلباتك. أنا مش غصبه عليها، لا يسيبها لا يزرعها. ايه رأي القاضي في الكلام ده؟ هقول لك ايه يا مولانا؟ انت ليه ما بتزرعش ارضك؟ الارض دي يا مولانا كانت ارض صالحة وقعدت ازرعها 8 سنين، وفي يوم سافرت ورجعت لقيت الاسد ساب اثر في الارض دي، فخفت اجي عندها، ومن يومها ما عنت زرعتها. سبحان الله. قوم يا قاضي القضاة، ارجع لارضك، ارضك طيبة، الاسد ما هوبش ليها. لكن يا مولانا الاسد ساب في الارض اثر. انت فاهم ان الاسد خايف منك؟ ابدا يا مولانا، بس طب ليه مش راضي تصدقني؟ المهم نفسي وقلبي. اقدر احلف لك ان الاسد ما قربش لارضك، تصدق بايه؟ لا اله الا الله. الارض بتاعتك دي كانت السبب في ان الاسد فاق من غفلته. ارجع لارضك، ارضك طيبة، ربنا يبارك لك فيها. انا دلوقتي مقتنع يا مولانا. انا قوم يا نسيبي، قوم. اما قاضي القضاة. مولاي. كلمة. امرك يا مولاي. انا لما بعتك بالهدية للملك الزعفران وقعدت اعملك وزير، الوعد ده كان خداع وغش، انا عايز اكفر عنه. انا خلاص نويت اسلمك الوزارة. لا يا مولاي، كتر خيرك. كتر خيري؟ انا ما احبش اقف على جثة غيري. امال تطلب ايه؟ تسمح لي ب6 شهور عشان اطلع حج السنة دي. من غير اذن، بس احب اخد رأيك، مين يحل محلك؟ اذا ما كانش عندك مانع يبقى اخويا عبد الرافع. عبد الرافع القاضي. خلاص انا امرت، عبد الرافع القاضي يصير قاضي قضاة لحين عودة قاضي القضاة. عاوز اقدم لك حاجة يا مولانا. ايه؟ الاثر اللي سابه الاسد في الارض بتاعتي. اتفضل. الله، الخاتم. ايوه صحيح، انا كنت قلعته عندك ما افتكرتوش ابدا.
حكمتك يا رب. أحمدك يا رب. الحمد لله. بهجة، انت لسه زعلانة يا بهجة؟ ابدا، ده شيء مكتوب. انا واثق فيكي، مش خايف منك. انا خايف من جمالك، خايف عليك من جمالك. الجمال حلو والطير يعف على الحلو يا بهجة. ربنا هو اللي عالم. انما انت برضه تعذريني. انا ما زعلتش منك، انا زعلت من نفسي. ما كانش ليا حق اخبي عليك، لكن انا براعي شعورك. على كل حال انا خدت جزاتي، وربنا هو المجازي، والحمد لله اللي جت على كده. الحمد لله. كنت عاوز اخدك تحج معايا السنة دي، لكن ظروفي كده. يا ما كان في نفسي. ما تخرجيش من البيت. حاضر. مفيش حد يجيلك غير اخويا عبد الرافع، عيناه قاضي قضاه مكاني لحد ما ارجع تاني. ربنا يجيبك بالسلامة. عاوزة حاجة تاني يا بهجة؟ انا ما استغناش عنك. اشوف وشك بخير يا بهجة. وانت من اهل الخير. وسافر قاضي القضاة بعد أن عين في مكانه أخاه، وانطلق مع الحجاج إلى بيت الله، وظلت القافلة بهم تسير، وهي من الشوق توشك أن تطير، والقوم تتدافع جموعهم وتتسابق دموعهم ويتصاعد دعاؤهم وتسبقهم أشواقهم، حتى لاحت لهم بشائر الوصول، واقتربوا من أرض الرسول، فتباشروا بالقبول، وتخلص كل واحد من دنياه، وفرغ لحسابه مع الله مولاه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن قاضي القضاة استودع زوجته عند الله بعد أن أوصى بها أخاه، وسافر على بركة الله لحج بيت الله. فلما سلك مسالكه وقضى مناسكه رجع مع الركب، وقد أدى حق الرب، وظل يسير على الدرب حتى دخل المدينة، فاستقبله الناس بوجوه حزينة، ورآهم ينظرون إليه وفي عيونهم كلام، كلما بادروه بالسلام، فداخله الخوف والقلق، وأسرع إلى بيته وانطلق. حط الحاجة هنا ما افتح الباب. مين اللي بيخبط على بيت القاضي؟ أنا القاضي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لا حول الله يا ربي. إيه؟ البيت مقفول ليه؟ بس أقول لك إيه؟ أنت قابلت أخوك؟ لسه. أحسن تروح تقابله أول. ليه؟ ما تسألنيش ليه. أنت وغوشتني. في إيه؟ روح قابل أخوك، ربنا يعوض عليك وعليه. أخويا. حصل إيه يا عبد الرافع؟ إيه اللي جرى؟ مالك؟
عبد الرافع اخويا، كلمني، انت جرالك ايه؟ بالي على الحالات 5 أشهر يا أخويا. لما جلدتها شي يقول لي ده الملا، وشي يقول ده الأسد. أنا اترميت، أنا انقطعت. وبعدين يا عبد الرافع، مش تتجدعن كده وتشد حيلك، خد بالك مني، كلمني. انا ما سألتكش عن بهجة. بهجة؟ فين بهجة يا عبد الرافع؟ بهجة تعيش انت يا اخويا. انت بتقول ايه؟ البقية في حياتك. كانت عيانة؟ يا ريت. امال ماتت من ايه؟ مش عارف اقول لك الخبر ازاي يا اخويا. هو انت لسه ما قلتوش؟ بهجة بهجة شد حيلك. وماتت امتى يا عبد الرافع؟ بعد ما سافرت بأسبوع واحد. وتقول لي رايها كان ايه؟ قلت لك ما كانتش عيانة. امال ماتت ليه؟ رجموها. ايه؟ رجموها؟ ازاي؟ من اللي قال كده؟ ترجموها ازاي؟ هي اعترفت، واعترف الراجل اللي ضبطوه معاه، والشهود شهدوا، وقمنا الحد عليها. انا هتجنن دماغي. عبد الرافع، ازيك النهارده يا اخويا؟ ساعات بقضيها، ربنا يهونها علي بقى. انت سمعت عن الشيخة اللي في الجبل؟ ماله فيه؟ انت تعرف سليم القماش؟ انت ما تعرفش غيره، اللي دكانته جنب السرجة. ماله؟ كان عنده بنت بالشكل ده، حرفيها الطب والدواء، وبعدين خدها للشيخة دي ورجعت من هناك صح سلامة. طب ما تعمل معروف يا اخويا توديني. انا جاي عشان كده. يمكن ربنا يجعل في ايدها الشفاء. دي مبروكة ومكشوف عنها الحجاب. انا ما شفتش، انما اللي شافوا قالوا لي اعمل معروف ودوني. انا هقوم اجيب شبرية وناخدك عليها ونروح للشيخة دي، وان شاء الله ربنا ما يخيبناش. ما تغيبش عني، ما تسيبنيش يا اخويا، ما تسيبونيش. اتفضلوا استريحوا، ما تاخذونيش، ما عنديش حاجة اقدمها لكم. ده انت هتقدم لنا كل حاجة يا ست الشيخة. ربنا يقدم اللي فيه الخير خيرا. العيان اللي احنا شايلينه ده اخويا مسكين زي ما انت شايفاه كده، بقاله سنة. بركاتك بقى يا ست الشيخة. البركة من الله والفعل فعل الله. هاتوه. شيلوا الشبرية انت وهو وهاتوه هنا. تعال هنا يا عبد الرافع. الله، عرفت اسمي ما شاء الله. شيل اللازم. يا سبحان الخالق، لولا ان الست بتاعتي ماتت كنت اقول انك هي. يخلق من الشبه 40. اسمع يا عبد الرافع، انت عايز تطيب؟ نفسك معايا يا ستي. لابد اول قلبك يطيب، وعشان ما قلبك يطيب لابد تعترف بذنبك اللي عملته. اعترف بذنبي؟ اذا كنت عايز تطيب يا عبد الرافع. طيب اعترف، بس اخويا يطلع بره. ليه؟ مكسوف من العبد ومش مكسوف من الرب. عن اذنك يا ست الشيخ. استنى، ايه يا عبد الرافع؟ ضروري يا اخويا يبقى موجود.
يا سيدي قول، انت بتتكسف مني يا عبد الرافع. اعملي معروف يا سيدي الشيخ. بلاش، شيلوه. انت هتضيع الفايدة، ما تعترف وتخلصنا. اعترف ازاي واقول لك ايه يا اخوي؟ انا ما استحقش عطفك يا اخوي، انا دنيء، انا خسيس، ندل. ما تعملش في روحك كده يا عبد الرافع. انا استحق كل اللي جرالي اخويا. انا قتلت مراتي بهجة. أيوة. حاولت معاها وعملت المستحيل. هي حافظت على شر، وبعدين خفت احسن تقولك. دبرت لها الشهود ووضبت لها القضية ورجموها، وتاني يوم على طول حصل لي اللي حصل. انا اللي قتلتها يا اخويا. بهجة مظلومة. ندمان يا عبد الرافع؟ ندمان وبس. توب يا عبد الرافع. تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود. يا رب انت حنين ورحمتك سبقت نقمتك. أسألك بعزتك وجلالك يا كريم، كما أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة. يا حنان يا منان. الله، أخويا ست الشيخ، أخويا أخويا أخويا. رد على أخوك. لساني ما يطوعنيش. إذا كان ربنا بيسامح أنت ما تسامحش. يرجموها، يقتلوها. بهجة مظلومة. أنت عرفت قبرها؟ يا ريتهم دفنوها إلا سابوها للوحوش. الوحوش ما كلوهاش. بهجة ما كانتش ماتت، فات عليها راجل بدوي مسافر، صعبت عليه، خدها معاه وبنى لها صومعة هنا فوق الجبل ده. الله. وقعدت تعبد ربنا وقصدتها الناس وجولها العيانين. وبعدين في يوم من الأيام دخل عليها جوزها ومعاها أخوه. بهجة يا رب. أيوة بهجة. أشكرك يا رب. الحمد لله. إرادة ربنا. سامحيني يا بهجة. ربنا يسامحك. وفرح القاضي بنجاة زوجته ورجع بها إلى بلدته، وقد ظهرت براءتها وثبتت عفتها، وعاشوا في أسعد حال وأهنأ بال، حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات